إيش قصة البنت الأجنبية هذه اللي سوت هذا الفلتر لمساعدة أهالينا في غزة؟ I will keep this filter active. واللي خلت أكثر من 8.5 مليون مستخدم عبر منصة تيك توك يستخدموا هذا الفلتر. استخدامك لفيديو أصلا فيه الفلتر ده بيجيب لهم فلوس وهتتجمع كلها تتباعت لإخواتنا هناك، فيا ريت كله يستخدم الفلتر ده دلوقتي. هيوصل فلوس لصالح غزة ومش هيكلفك أي حاجة وأنت قاعد في البيت. يلا كلنا نعمل على الفلتر ده. يو السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا أحمد أم قروش. اليوم جات لكم مقطع جديد وشكرا يا جماعة الخير على 178 مشترك. أنا يا جماعة الخير أشوف 100 وال1000 والمليون كلهم واحد، ونتمنى إنكم تحطوا الآن زر الاشتراك، وطبعا لا تنسوا زر الجرس عشان إذا نزلت مقطع جديد أنتم تكونوا أول ناس تشوفوه. اليوم يا جماعة الخير مقطعنا عن هذه البنت الأجنبية اللي فعليا قاعدة شهرين متتاليين تفكر كيف ممكن تساعد أهالينا في غزة، وإنه فكرتها يا جماعة الخير إنها تسوي فلتر تحاول فيه تخلي كل صناع المحتوى أو المستخدمين عبر منصة تيك توك يستخدموا هذا الفلتر، واللي فعليا فكرتها نجحت، وإنه جابت عدد جدا كبير من المستخدمين في هذا الفلتر. واللي ما يدري يا جماعة الخير استخدامكم للفلتر بأكثر من مرة قاعد يفيد أهالينا في غزة. ولكن يا جماعة الخير الحقيقة إنه ممكن يكون صاحبة هذا الفلتر لهطت الفلوس لحالها وما ودتها لأهالينا في غزة، فيعني إحنا نقول إنه هذه أمانة. فعشان كذا يا جماعة الخير أرباح هذا الفلتر تقريبا بحدود 10,000، لأنه في أكثر من 8.5 مليون شخص استخدموا هذا التطبيق. هذه البنت اسمها جوردن وعمرها 27 سنة وهي تعيش في أمريكا، وهي أصلا يا جماعة الخير من هوايتها صناعة المحتوى وصناعة الفلاتر عبر منصات التواصل الاجتماعي. من المنصة اللي فعليا جعلتها بول أب أو إنه فعليا عطتها نتيجة جدا عالية وهي التيك توك. فمن خلال هذا الفلتر اللي نشرته اللي هو ووتر ميلون أو هو رمز البطيخة، فعليا جاب لها أكثر من حدود 80,000 مشترك زيادة عن المستخدمين اللي كانوا يتابعوها. فبسبب هذا الفلتر يا جماعة الخير جاب لها مشاهدات وبنفس الوقت جاب لها متابعين. كذا فكرت كيف ممكن أنتج فلتر يساعد أهلنا في غزة. أي شخص الآن في البيت أو أي شخص معاه تليفون يقدر يفتح تيك توك أو إنه يستخدم VPN يستخدم أي تطبيق يقدر يفتح فيه تطبيق التيك توك، واللي فعليا يقدر يستخدم فيه اللي هو فلتر الووتر ميلون أو البطيخة. إذا راح نحكي عن الأرباح جمعت بحدود في أول أسبوع 10,000 دولار، وبخلال تقريبا شهرين يا جماعة الخير جمعت بحدود 40,000 دولار، يعني أرقام جدا ضخمة. ولكن هل فعليا هذه الأرقام راح توصل لأهالينا في غزة؟ إحنا ما ندري، لأنه فعليا استخدامنا لهذا الفلتر كل الفلوس والإعلانات اللي قاعدة تصير في هذا التطبيق قاعدة تروح لرصيدها هي الشخصي. ولكن إذا مؤتمنة وانه فعليا هذا الفلتر اللي مسمياه ذا جود فلتر، وهي يعني مبادرة جدا جميلة منها، وفعليا كونها أجنبية وليست عربية هذا شيء يعني جدا عظيم قاعدين نحاول انه نفخر فيه. شعور جدا جميل انه حتى لو اني ساهمت بشيء بسيط عملت شيء. فيا جماعة الخير المفروض انه نوصل لهذه البطيخة بهذه الطريقة، ولكن صار في جدا ناس يعني عملوا حركة جميلة بانهم سووا العلم الفلسطيني بهذه الطريقة، سووا حركات جدا كثيرة. وبهذه الطريقة يا جماعة الخير تستخدموا هذا الفلتر. فعشان كذا يا جماعة الخير أنا أتمنى فعلا أنه يكون عندكم أي تطبيق تيك توك، أو قبل ما تحذفوه أو أنكم تقدروا تستخدموا أي تطبيقات يعني عشان تقدروا تدخلوا عليه وتستخدموا هذا الفلتر، وتحاولوا أنكم كذا تساهموا أقصر شيء ممكن عشان تحاول انك يعني يوصل هذا المبلغ لأهالينا في غزة. وعشان تعرفوا يا جماعة الخير في عدد كبير من الجمهور الخاص بها طلبوها انها تعمل فلتر ثاني عشان تحاول نطلع أكثر من مصدر دخل عشان تحاول إنه تبعته لأهالينا في غزة. وهي قالت يا جماعة الخير إنه هي راح تسوي فلتر ثاني وأفضل من فكرة الووتر ميلون عشان تحاول تخلي أكثر من صانع محتوى يستخدموه بطريقة ممتعة أكثر، وبنفس الوقت إنه ما يكون سيمبل أو بسيط فقط إنه تتحرك بالخط. أنا ما عندي أي فكرة تامة هي كيف البروجكت اللي مخططة له، ولكن قالت تقريبا بحدود الأسبوعين 3 راح يطلع فلتر ثاني نساعد فيه أهالينا في غزة. فهذه الفكرة يا جماعة الخير لحالها شعور جدا جميل انه انت قاعد تساهم وانت في البيت ما تقدر يعني ما عندك مصدر دخل جدا عالي عشان تقدر انك تدفع لاهالينا في غزة في الخارج. فانه هذه يعني شيء جدا بسيط انك تستخدم هذا الفلتر وتحاول انك تساعد في قدر الامكان عشان يوصل هذه المبالغ اللي فعليا انا يعني نتمنى انها توصل. وبس يا جماعة الخير هنا وصلنا نهاية المقطع. اذا عجبك المقطع لا تنسى تسوي سبسكرايب ولايك، وطبعا لا تنسى زر الجرس عشان انك تضلك تتابع قناتنا وانك دائما يعني يعجبك المقاطع الحلوة. وشكرا جماعة الخير، أنا أدري إنه مقطع صغير وبسيط وبنفس الوقت شيء كذا حلو وجميل. أشوفكم مقاطع ثانية. كان معكم أحمد أم قروش. سلام.